طلاب يا حبايبي سنه ثالثه اعدادي في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في فيديو الوحده الاولى في ثلث ساعه. تعال نشوف ملخص الوحده الاولى كلها على بعضها كده في ثلث ساعه. اول جزء خدناه اللي هو اهميه التفاعل الكيميائي. اهميه التفاعل الكيميائي خدنا 3 اهميات. خدنا يا اما بس نستخدمه في عمليه البناء الضوئي في النباتات، وكمان في صناعه الادويه والاسمده والالياف الصناعيه اللي هو اللبس، وكمان كنا بنستخدمه في عمليه احتراق الوقود في العربيات علشان خاطر تدينا طاقه وتمشي العربيات. بعد كده خدنا مين؟ خدنا تعريف التفاعل الكيميائي. تعريف التفاعل الكيميائي قلت لك التفاعل الكيميائي بينقسم لنوعين من المواد: المواد المتفاعله اللي انت هتستخدمها، والمواد الناتجه من التفاعل. ايه اللي بيحصل؟ والله هنا في جزيئات وهنا في جزيئات، هنا فيها روابط وهنا في روابط، وانت بتعمل التفاعل الكيميائي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل في الناحيه دي كسر. كل الروابط اللي موجوده في المواد المتفاعله بتتكسر، وهنا بيتم تكوين روابط جديده في المواد الايه الناتجه. عشان كده لما نيجي نعرف التفاعل الكيميائي كسر روابط بين الجزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين جزيئات المواد الناتجه. طيب بعد كده خدنا مين؟ خدنا انواع التفاعلات الكيميائيه اللي احنا هندرسها الترم ده. انواع التفاعل 3: يا اما انحلال حراري، يا اما احلال، يا اما اكسده واختزال. تعال نبدا بالانحلال الحراري. الانحلال الحراري يعني انت بيكون عندك ماده بالتسخين هتتفكك. طب هل بيمشي على كل المواد؟ لا طبعا، في بعض المواد تتفكك وبعض المواد لا. خدنا 5 معادلات. المعادله الاولى كانت لتفاعل اللي هو اكسيد الزئبق الاحمر بالحراره، كان بتديني زئبق فضي اللون وبيتصاعد غاز الهيدروجين، سوري الاكسجين. طيب تعالى للمعادله الثانيه، كان معانا اللي هو هيدروكسيد النحاس. هيدروكسيد النحاس بالحراره كان بيدينا اكسيد النحاس الاسود وبيتصاعد بخار الميه. طيب المعادله الثالثه خدنا اللي هو كبريتات النحاس، وبيكون لونها ازرق، تديني اكسيد النحاس الاسود ويتصاعد غاز ثالث اكسيد الكبريت. المعادله الرابعه خدنا اللي هو كربونات النحاس اللي بيكون لونها اخضر، تديني CuO اللي هو اكسيد النحاس الاسود، بالاضافه لتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. خلي بالك ان الاكسجين بيزود الاشتعال، يزيد الاشتعال. عندك يا سيدي ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير. خدنا المعادله رقم 5 اللي هو تفاعل نترات او انحلال نترات الصوديوم بالحراره الى نيتريت صوديوم اللي بيكون لونه ابيض مصفر وتصاعد غاز الاكسجين. خدنا كمان اللي هي التطبيق الحياتي اللي هو الوساده الهوائيه، ودي كانت وسيله امان في العربيه وبتحمينا اثناء حدوث الاصطدام او التوقف المفاجئ، وكان بيكون فيها ماده اسمها ازيد الصوديوم، ودي بتنحل نتيجه وجود شراره كهربيه زي الشراره بتاعه الولاعه، فتديني صوديوم لوحده ويتصاعد غاز النيتروجين اللي كان بينفخ الوسادة. ده بالنسبه للانحلال مين؟ الانحلال الحراري. تعالى في تفاعلات الاحلال. في تفاعلات الاحلال قلت لك خلي بالك، في عندك يا سيدي احلال بسيط، وفي كمان عندك احلال بنقول عليه احلال مزدوج. لو انت عملت تبديل واحد يبقى ده بسيط. لو انت عملت تبديل مزدوج او تبديلين يبقى ده بنسميه احلال مزدوج. طيب تعالى في الاحلال البسيط، فكره التجربه ان انت بيكون عنصر قوي يحل محل العنصر الضعيف، وده هنعرفه من خلال متسلسله النشاط الكيميائي اللي احنا فيها كان تقريبا 16 عنصر بيتحفظوا. ليها بوسي صاحبة باسم كانت ماشيه لوحدها، خالد حبها قالت له روح هات لي نحاس زي الفضه بلاش ده. طيب خدنا اول تجربه او اول عندنا معادله ان احنا كنا بنجيب صوديوم وده كان القوي بالنسبه لنا،
واجي احطه في ميه، فكان بيديني هيدروكسيد الصوديوم وبيتصاعد غاز الهيدروجين، وده كان بيشتعل بفرقعه. طيب المعادله الثانيه، المعادله رقم 2، خدنا يا سيدي تفاعل اللي هو الخرسين او الزنك مع حمض الهيدروكلوريك، فكان بيديني كلوريد الخرسين ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعه، ودي كانت الحاله الضعيفه اللي بتطرد بره. 3، خدنا يا سيدي اللي هو تفاعل الالومنيوم مع حمض الهيدروكلوريك، برضه نفس الفكره، بيكون عندي عنصر قوي وادي العنصر الضعيف، فالالومنيوم هو اللي كان بيقعد مكان الهيدروجين وبيطلع الهيدروجين بره كغاز متصاعد وبيتكون كلوريد الالومنيوم. قلنا خلي بالك من المعادله بتاعت النحاس، النحاس لما تيجي تحطه في حمض الهيدروكلوريك لا يحدث تفاعل علشان خاطر النحاس في الحاله ديت بيكون ضعيف. قلنا تخلي بالك برضو ان الالومنيوم والخرسين، الخرسين اضعف نشاطا من الالومنيوم، يعني الالومنيوم الانشط، فكان المفروض التفاعل بتاعه بيخلص بسرعه، لكن ده كان بيتعطل شويه بسبب طبقه الصدى او طبقه الاكسيد، هي اللي كانت بتعطل الالومنيوم شويه عن التفاعل، اللي هي Al2O3. طيب بعد كده دخلنا في اللي هي المعادله رقم كام؟ معادله رقم 5، اللي احنا كنا بنجيب مغنيسيوم وكنا بنفعله مع كبريتات النحاس، ده كان القوي ده كان الضعيف، فبيقعد مكانه يدينا MgSO4 بالاضافه اللي هيترسب النحاس اللي كان بيكون لونه احمر، ده لونه احمر. طيب تعالى ليه اللي هي في الاحلال المزدوج، فكنت بعمل تبديلتين في التفاعلات ديت. اول تفاعل خدناه خلي بالك اللي هو تفاعل التعادل، كنت بجيب هيدروكسيد الصوديوم اللي هو القلوي مع الحمض، فكنت بجيب الCl مكان الOH والOH مكان الCl، فاداني NaCl بالاضافه لميه. التفاعل الثاني اللي خدناه ان احنا جبنا كربونات صوديوم حطيتها مع حمض الهيدروكلوريك، برضو عملت احلال مزدوج تبديلتين، جبت الCl هنا والCO3 هنا، فاداني كلوريد صوديوم بالاضافه لثاني اكسيد الكربون وميه. طيب المعادله اللي هي الثالثه، جبنا يا سيدي اللي هو NaCl كلوريد الصوديوم مع نترات الفضه AgNO3، فالNO3 دي جت هنا والCl جت مكان الNO3، فاداني NaNO3 اللي هو نترات الصوديوم بالاضافه لراصب ابيض من كلوريد الفضه. ده بالنسبه لتفاعلات الاحلال المزدوج. فكنت طبعا سالتك سؤال، اعرف منين اذا كان احلال مزدوج ولا احلال بسيط؟ في الاحلال البسيط انت بتفاعل عنصر مع مركب، لكن في تفاعلات الاحلال المزدوج انت بتفاعل مركب مع مركب. وتخلي بالك برضو من السؤال اللي خدناه ان انت عندك في ماده اسمها نترات الفضه AgNO3، ما تحطهاش في اواني من الالومنيوم، لان الالومنيوم بيكون اكثر نشاطا من الفضه، فبالتالي هيقعد مكان الفضه، فده هيؤدي الى ان الانيه هتتاكل معاك ومش هتكمل. بعد كده دخلنا في تفاعلات اللي هي الاكسده والاختزال، وخدنا المفهوم التقليدي وخدنا المعادله ديت اللي هي H2 لغاز الهيدروجين همرره على اكسيد النحاس اللي هو السخن، فبيديني اللي هو H2O اللي هو بخار الميه، زائد بيتكون النحاس اللي هو الاحمر. قلت لك الماده اللي ما كانش معاها اكسجين خرجت باكسجين، فده بنسميها عمليه اكسده، والماده ذات نفسها ديت هنسميها عكس العمليه، يبقى ده عامل مختزل. طيب بعد كده قلت لك خلي بالك ان الماده اللي كان معاها اكسجين واصبح معهاش، دي حصل لها عمليه اختزال، وطالما حصل عمليه اختزال يبقى ده بنسميه عامل مؤكسد عكس عمليه. وساعتها عرفنا الاكسده. الاكسده قلت لك ديت ايه؟ عمليه كيميائيه هتزداد فيها الاكسجين او تقل فيها الهيدروجين. الاختزال اعكس، هي عمليه كيميائيه تزداد فيها الهيدروجين او تقل فيها الاكسجين. طيب يبقى الاكسده دي هزود مين؟ هزود اكسجين، هقلل ايه؟ هيدروجين. طب في الاختزال هتزود هيدروجين، زود هيدروجين. طب هتقلل ايه؟ يقلل اكسجين.
طيب العامل اللي هو المختزل حرامي خد ايه؟ خد اكسجين. طب منح ايه؟ منح هيدروجين. طب العامل المؤكسد يعطي اكسجين. طب ينتزع او ياخذ ايه؟ ياخذ هيدروجين. طيب بعد كده دخلنا في اللي هي الاكسده والاختزال حسب اللي هو المفهوم الحديث، وخدنا المعادله ديت اللي هي الصوديوم مع الكلور فاداني كلوريد الصوديوم. وقلت لك هنا الصوديوم فقد الكترونات وتحول لايون موجب، والكلور اكتسب الكترونات وتحول لايون سالب، واللي بيفقد عندنا بيحصل له عمليه اكسده. وطالما حصل عمليه اكسده يبقى الماده دي هسميها عامل مختزل. طيب وهنا حصل له عمليه اختزال عشان اكتسب الكترونات، وطالما حصل له اختزال يبقى ده عامل مؤكسد. وساعتها عرفنا عمليه الاكسده. عمليه الاكسده معناها يعني الذره هتفقد الكترونات. طب الاختزال عرفناه ساعتها ان انا يكتسب الذره الكترونات. طيب العامل المختزل الماده اللي ماده تفقد الكترونات. انما العامل المؤكسد دي عباره عن ماده تكتسب الكترونات. وجيت قلت لك اديت لك كذا معادله من النوع ده، ان انت لو عندك سي يو موجب بي سي يو موجب 2 زائد الكترون، لو قلت لك ساعتها لو الالكترون ناحيه اليمين يبقى اكسده، لو الالكترون ناحيه الشمال اختزال. طيب لو انا مستر دلوقتي المعادله تبقى دي طبعا هنا معادله ناحيه اليمين ودي اكسده. طب انا مستر دلوقتي لو ما عنديش الكترونات قدام خط الاعداد في النص صفر، هنا موجب 1 موجب 2 موجب 3، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3. لو انت ماشي ناحيه اليمين اكسده، لو انت ماشي ناحيه الشمال اختزال. وده بكده تلخيص الدرس الاول. تعالى دلوقتي لتلخيص الدرس الثاني. خدنا 4 امثله ل4 تفاعلات كيميائيه. خدنا يا سيدي التفاعلات السريعه زي الالعاب الناريه، وخدنا التفاعلات البطيئه نسبيا، ودي تفاعل تكوين الصابون، ان انا بجيب الصودا الكاويه مع الزيوت يديني صابون. في التفاعلات البطيئه جدا ودي بتاخد شهور زي صدأ الحديد. بعد كده عندي التفاعلات البطيئه جدا جدا، وديت زي اللي هي تكوين النفط وبتاخد ملايين السنين. طب قلت لك بعد كده مفهوم سرعه التفاعل. في مفهوم سرعه التفاعل والله انا عندي متفاعلات وعندي نواتج. والله في بداية التفاعل المتفاعلات بتكون 100%، لكن النواتج بتكون صفر. طيب بمرور الزمن طبعا هنا التركيز بيقل، هنا التركيز بيزيد. طيب في نهاية التفاعل هنا طبعا بتكون 0% وهنا بتكون 100%. ولقيت ان التركيز في المتفاعلات والنواتج بيتغير بمرور الزمن، يبقى خلاص يبقى سرعة التفاعل ده معناه ايه؟ تغير تركيز المواد المتفاعلة والناتجة من التفاعل بمرور الزمن. وساعتها رسمنا اللي هو تغير التركيز ده في طبعا هنا رسمة بيانية. قلت لك والله الرسمة البيانية هتكون كالتالي: في عندك محور رأسي ده هنحط عليه التركيز، وده كان بيتقاس بالمول لكل لتر. بعد كده هنا الزمن. طبعا المواد المتفاعلة بتبدأ كتير وبتنتهي بقليل، لكن النواتج بتبدأ بصفر وتنتهي بكتير. يبقى دي متفاعلات ودي نواتج، يبقى النواتج بتزيد المتفاعلات بتقل. وخدنا مثال اللي هي التفاعلات ديت اللي هو تفكك خامس أكسيد النيتروجين، كان بيديني ثاني أكسيد النيتروجين ويتصاعد غاز الأكسجين. ورسمنا الرسمة بتاعتها كده. ادي هنا التركيز مول لكل لتر، وادي يا سيدي هنا اللي هو الزمن،
وقلت لك انت عندك متفاعل واحد يبقى خط نازل لتحت وده كان بيمثل N2O5، وعندك خطين طالعين لفوق دول النواتج، بس كنت بتدور على التركيز الاعلى، ده الخط الاعلى يبقى ده ثاني اكسيد النيتروجين وده غاز الاكسجين. وساعتها سالت لك سؤال، ازاي اعرف اذا كان التفاعل وقف وانتهى ولا لا؟ من خلال ثبات التركيز. ثبات التركيز يعرفك اذا كان التفاعل انتهى او لا. والله لو التركيز بتاع المتفاعلات والنواتج ثابت يبقى التفاعل خلاص خلص، لو لسه شغال يبقى خلاص التفاعل لسه ما انتهاش. بعد كده سألنا سؤال تاني، ازاي اعرف اقيس سرعة التفاعل عمليا؟ طيب كنت قلت لك قدامك حل من الاثنين، يا اما بتراقب اختفاء احدى المتفاعلات او ظهور احدى النواتج. طيب وخدنا مثال ساعتها اللي هو هيدروكسيد الصوديوم، وده بيكون عديم اللون مع محلول كبريتات النحاس، وده بيكون لونه محلول ازرق، فبيديني عندي هنا كبريتات صوديوم وده بيكون عديم زائد راصب ازرق من هيدروكسيد الصوديوم. ده راصب او هيدروكسيد النحاس، هيدروكسيد النحاس ده بيكون راصب ازرق. طب هراقب اختفاء مين؟ هراقب اختفاء اللي هو المحلول اللون الازرق ده، او هراقب ظهور الراصب الازرق بتاع هيدروكسيد النحاس. بعد كده دخلنا في العوامل اللي بتؤدي او اللي بتاثر على سرعه التفاعل. عندك اول حاجه اللي هي طبيعه المتفاعلات، بعد كده تركيز المتفاعلات، بعد كده درجه الحراره، بعد كده العوامل الحفازه والانزيمات. تعال نبدا بطبيعه المتفاعلات. طبيعه المتفاعلات ساعتها خدنا طبيعه المتفاعلات، نزلنا سهمين، قلنا نوع الترابط، وخدنا كمان مساحه السطح. طبيعه المتفاعلات نزلنا منها سهمين، عندي مركبات الايونيه والمركبات التساهميه. الايونيه بتتفك الايونات ودي بتكون تفاعلاتها سريعه، انما التساهميه تفاعلاتها بتكون ما بين جزيئات ودي بتكون تفاعلاتها بطيئه. طيب هنا كنت هطحن الماده، اطحن الماده فهتزود مساحه السطح، مساحه السطح تزيد فتزود سرعه التفاعل، تزداد سرعه التفاعل. وخدنا مثال عليها اللي هو النيكل المجزأ في صناعة هدرجة الزيوت، هتستخدم نيكل مجزأ متكسر علشان تزود سرعة التفاعل شوية. طيب بعد كده دخلنا في اللي هو تركيز المتفاعلات. كل ما تزود تركيز المتفاعلات ايه اللي يحصل؟ تزداد عدد الجزيئات، فبالتالي تزداد عدد التصادمات فيزداد سرعة التفاعل. ده رقم 2. رقم 3 درجة الحرارة. لو انت زودت درجة الحرارة تزداد حركة الجزيئات عشان هتتحرك أسرع، فتزداد التصادمات فتزداد سرعة التفاعل. عشان كده بنحط الأكل في التلاجة علشان نبطئ سرعة التفاعلات اللي هتعملها البكتيريا، فبالتالي الطعام ما يفسدش بسرعة. بعد كده دخلنا في العوامل الحفازة. العوامل الحفازة دي كان فيها نوعين، لو انت هتزود لي سرعة التفاعل يبقى دي موجبة، دي تزيد من سرعة التفاعل، يا إما سالبة لو انت هتنقص لي من سرعة التفاعل. وكان بيكون ليها 5 خواص. طبعا هنا
كان الخاصية الأولى بتاعتها تغير من سرعة التفاعل، ماشي، وملهاش علاقة ببدء أو إيقاف التفاعل. خلي بالك، ملهاش علاقة ببدء أو إيقاف التفاعل. كان بتعمل إيه كمان؟ لا يحدث لها تغير كيميائي أو نقص في الكتلة. كانت تقلل من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل. برضو هنا كانت ترتبط بالمتفاعلات وتنفصل عنها عند تكوين النواتج. كان بنستخدم منها كمية صغيرة تكفي لإتمام التفاعل، وخدنا ساعتها مثال اللي هو ثاني أكسيد المنجنيز. ثاني أكسيد المنجنيز ده كان عامل حفاز إيه؟ عامل حفاز موجب. فثاني أكسيد المنجنيز ده كان بيساعدني على زيادة سرعة تفكك فوق أكسيد الهيدروجين إلى إيه وإيه؟ إلى ماء وأكسجين. برضو اللي كان شغال زيها زي العوامل الحفازة اللي هو الأنزيمات. والأنزيمات دي كانت تزيد من سرعة التفاعلات البيولوجية، وكان من أمثلتها البطاطا، فيها إنزيم الأكسيديز. وإنزيم الأكسيديز ده كان شغال زي مين؟ شغال زيه زي MnO2 ثاني أكسيد المنجنيز، يزود سرعة تفكك فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء أكسجين. في الآخر خالص خدنا اللي هو المحول الحفزي. المحول الحفزي ده كان مهمته معالجة الغازات الناتجة من احتراق الوقود. طيب ده كان بيتركب من ايه؟ كان بيتركب من التالي. كان بيتركب من خلايا، كان بيتركب من ثلاث شعب في الاول، ثلاث شعب، والثلاث شعب دول شبه خلايا شمع النحل، خلاص، وكان مصنوع من الخزف او السيراميك، وكان في عوامل حفازة مدهون بالإيريديوم أو البلاديوم أو البلاتين، وده بتشتغل كعوامل حفازة بتزود سرعة التفاعل الكيميائي. بكده نكون أنهينا معاكم التلخيص بتاع الوحدة الأولى بالكامل. أشوفكم في فيديو جديد، وما تنساش طول ما أنت مع مينا أنت أكيد في أمين. سلام.